اهلا بيكم واخر اخبار الاعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي. الاعلان المحظوظ، الاعلان اللي احنا ابتدينا بيه وعرفنا عرفنا كل حضراتكم بيه وحضراتكم عرفتوني بيه. الاعلان الرابع عشر اخر اخباره وموعد تسليم شقق الاسكان الرابع عشر، واخبار جميله جدا 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 لكل اصحاب الاعلان الرابع عشر. نخلي بالنا كده بقى في الفيديو ده لان انا هقول لكم على حاجات مهمه. اول حاجه خلي بالكم، هنا مي عبد الحميد طلعت في تصريحات خطيره جدا جدا. اول حاجه اكدت ان كل اللي قدم هياخد، وخلي بالكم دي كانت فيها علامه استفهام كبيره جدا لان هم ما قدروش ينفذوا الموضوع ده في الاعلان السادس عشر ولا الخامس عشر. هيدوا جزء والباقي هيقولوا له احنا مش قادرين ندي لك باقي الجزء. قال لك ان 220 الف وحده في الاعلان الرابع عشر كلهم هيتم تسليمهم، كلهم هيتم تسليمه، ومفيش حاجه في الاعلان الرابع عشر. وزي ما انا طلعت قبل كده قلت لكم احلى خبر للاعلان الرابع عشر ان هو الرئيس قال لك كل اللي قدم ايه هياخد. ده بالنسبه دي الحته دي بتاعت انها فرحت واكدت على ان كل اللي قدم هياخد. طب موعد التسليم، هنا بقى قالت ايه؟ قالت هو المفروض موعد التسليم بالنسبه للاعلان الرابع عشر هيكون في ابريل بعد دفع اخر اقساط سنويه وخلاص. انت دلوقتي بتستحق التسليم، احنا نسبه البناء وصلت ل 80 90%. قالت لا، عشان خاطر احنا عملنا نسبه بناء سريعه جدا احنا هنبتدي نسلمكم من اول يناير. وده الخبر اللي انا عايزكم كل الناس اللي هي في الاعلان الرابع عشر تاخد الفيديو ده وتنقله لكل المهتمين، لان الموضوع ده في غايته هيترتب عليه حاجات هقول لكم عليها دلوقتي. يعني خلي بالك الكلام مش كلام كده وخلاص، لا ده الكلام ده بيترتب عليه، هي قالت كلمتين بس بيترتب عليها حاجات كتير جدا. اول حاجه احنا نخلي بالنا لما هي تقول ان التسليم هيبدأ في يناير 2024 بدل 4، وده احنا كنا خلي بالك متوقعينه، بس احنا قلنا هيبقى في خضم انتخابات الرئاسة. بس واضح جدا عشان هم بدروا انتخابات الرئاسة. يا جماعة انتخابات الرئاسة هتبتدي من يوم 1/12، فانت بدري جدا. طب هو يعمل ايه؟ قال لك في اول يناير. طب ده المترتب عليه ايه؟ مترتب عليه ان في خلال هذه الايام وصدقوني انا هحاول اعمل لكم مفاجاه خاصه بموضوع الاستعلام ده، بس خلوني احضر لكم المفاجاه. مش مفاجاه بقى لا خالص، ده انا هحاول نستضيف معانا مستعلم ونحاول نعمل كده مع بعض حوار اللي هو بيكون بين المستعلم وبين سيادتكم، عشان خاطر تجنبا لاي كلمه غلط حضرتك ممكن تقولها وتوقعك في مشكله. صدقوني انا بحضر للحلقه دي وان شاء الله نحاول ان احنا نعملها وتكون بشكل كويس عشان كلكم تستفيد. فنخلي بالنا ان فتره الاستعلام حضرتك لا، ما هو لو هم فعلا هيسلموا في 1، انت من اول 10 ابتدي يتوقع مكالمه تليفون من المستعلم، لانهم هيكثفوا بقى الموضوع ده. هياخدوا ال3 اشهر اللي جايين 10 و11 و12. حضرتك هتعمل ايه؟ حضرتك يكون تليفونك متاح ويكون معاك عشان خاطر لما يتصل عليك يبتدي ايه؟ الو، ايوه يا فندم، تعالى انت في محل تعالى اتفضل. بدل ما هو يعمل ايه؟ انا ما لقيتوش في محل اقامته ورقك يترفض، ما لقيتوش في عمله ورقك يترفض، يبقى انت الورق اللي مقدمه ده مش سليم. يبقى حضرتك ايه؟ لا، يبقى حضرتك تليفونك من اول شهر 10 معلش لو في اي مشكله صلحه، لو في اي حاجه حطه في تليفون شغال. دايما يبقى قاعد في اماكن فيها شبكه، وبالذات فترات اللي هي ايه وسط يوم العمل. يعني ايه وسط يوم العمل؟ لو انت قاعد في حته ميته خالص ما فيهاش شبكه، حاول تجيب تليفون يكون شبكته كويسه. التليفونات الصغيره دي ما انت مش هتقعد تلعب عليه، حط في التليفون يكون شبكته كويسه. نخلي بالنا ونبتدي بقى نطلع الظرف القديم اللي هو كان عليه تراب ده بقى من 3 سنين، اللي احنا حاطين فيه كل الورق واللي احنا وصفنا لكم ان انتوا تحطوا فيه كل الورق. الورق ده مهم جدا، والورق ده هو بوابه حصولك على الشقه، لان الورق ده مش عايزين يحصل فيه اي تغير. واللي حالته اتغيرت، اللي كان بقى اعزب بقى متزوج، الحاجات دي كلها اهم حاجه التغير ده ما ياثرش على شروط حصولك على الشقه. يعني لو انت اتزوجت كنت اعزب واتجوزت وافرض مراتك ليها مرتب لا، هنا بقى نستنى ونشوف هل من مصلحتنا ان انا اظهر ده
ولا مش من مصلحتي؟ نبتدي بقى ايه، نفكر تاني ونبتدي نحاول ندير الموضوع بشكل كويس، لان في النهايه ده ايه، ده مصلحتك انت. فنخلي بالنا، انت كنت اعزب واتجوزت، طب مراتك ما بتشتغلش، خلاص يبقى ما فيهاش اي مشكله، تكتب كده بيان بعدم الزوجه وتضيفه ايه على الورق بتاعك. طب افرض هي بتشتغل، طب الشغل ده موجود في البطاقه؟ مش موجود في البضاعه، نفس الكلام اكنها ما بتشتغل. طب موجود في البضاعه، تعمل لها مفردات مرتب بما لا يتجاوز مع مفردات مرتبك الحد الاقصى للدخل. صدقوني اللي انا بقوله ده كلام في غايه الاهميه وفي غايه الخطوره، عشان خاطر صدقوني الهدف كله ان احنا نفيد حضراتكم، ملناش اي مصلحه تانية. وقريب جدا هنخلي فيه جروب للواتس وجروب على التليجرام، عشان خاطر حضرتك ايه، عشان خاطر حضرتك اي حاجه نقدر ان احنا نفيدك بيها هنفيدك. وانا الاعلان الرابع عشر من الاعلانات اللي انا بحبها جدا، لانها سبب معرفتي بيكم، واكيد انتوا عرفتوني من الاعلان الرابع عشر. فيا رب دايما كده الخير لحضراتكم، ويا رب كل اللي بيتابعنا في الاعلان الرابع عشر يعمل شير للفيديو ده وينشره لكل حبايبه، عشان خاطر فعلا مواعيد التسليم هتبقى في يناير القادم. وده طبقا لتصريح مي عبد الحميد اللي هي الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، ودي تصريحات مؤكده مليون في الميه. فنتمنى الخير لحضراتكم، ونتمنى دايما نشوفكم بكل خير، ودايما كده نشوفكم مع فيديو اللي انا وعدتكم بيه اللي هو بتاع المستعلم، بالاضافه كمان لفيديو عن تسليم الشقق وازاي تستلم شقتك. انا معاكم من اول لحظه في التقديم لغايه استلام مفتاح شقتك. اشوفكم دايما على كل خير. شكرا ليكم، الى اللقاء كل متابعينا الكرام.